انا تايه، مش عارف اعمل حاجه، لا عارف الم فيزياء ولا عارف الم كيمياء ولا عارف الم احياء ولا عارف الم عربي ولا عارف الم حاجه. حاسس نفسي ان انا مش هوصل، حلم ضاع، المواد تراكمت عليا، كميه مواد عايزه تذاكر، انا من بذكر اسمها انا نفسي تتصدق، انا مش عارف اذاكر، مش عارف اعمل حاجه. هل انا هوصل؟ هل هحقق حلمي؟ عايز اجابه. انت وانت بتسمعني، انت شايف نفسك دلوقتي هتحقق حلمك؟ رد على نفسك، رد قول لي هحقق ولا لا. والله لو انت متاكد ان انت هتحقق حلمك وضايع منك مواد كتير ومتراكمه، هتحقق. لو انت قلت انا مش هقدر احقق حلمي، اطلع من الفيديو بعد اذنك وما تسمعهوش. انا عايز اللي هم عندهم هدف واستمراريه. ربنا قال وأن ليس للانسان الا ما سعى. لازم تسعى، لازم تجازف بجد، لازم تتعب. اصل ده قدامك حوالي شهر و20 يوم بالظبط على امتحان الثانويه، هتلحق تلم فيهم؟ والله هتلحق، وهتلحق تعمل حاجات انت مش متخيلها اصلا. انت بتقول لي ازاي يا عم؟ انا كنت مكانك، انا مكانك دلوقتي، وكنت مش هقول لك مش فاهم حاجه عشان ما اكدبش عليك، بس هقول لك كان عليا تراكمات كتير، مش عارف الم، مش عارف اذاكر. لا عارف، انا كنت ازهر وكان عليا مواد شرعيه وكان عندي مواد علميه، سواء علم علوم او علم رياضه. انا مش عارف اذاكر علم علوم ولا اذاكر رياضه، اركز في الكيمياء ولا اركز في الرياضه، اركز في الاحياء ولا اركز في الرياضه. ما انت كل حاجه متقسمه، ده زائد مواد الشرعيه، ده زائد، فانا كان عليا حاجات كتير قوي. ومش بقتنع بحته الازهر اصعب من العام او العام اصعب من الازهر. طبعا انتوا بتتخانقوا في الحوار ده، فكوكم الحوار ده خالص، ركزوا معايا في الدقيقتين اللي انا هقولهم لك، وباذن الله هتطلع من الفيديو ده وانت يعني مش هقول لك حقق حلمك، انت هتعرف تظبط كل حاجه بنفسك وهتحقق حلمك. بس قلت لك في اول الفيديو الاستمراريه، وحط هدف قدام عينك بس، سيبك من كله. اهم وافضل واكتر حاجه لازم تاخد بالك منها في الفتره الجايه دي وقتك. وقتي وقتك. شوف وقتك انت بتضيعه في ايه. اكتر شاب يعني سواء الشباب او البنات بيضيعوا وقتهم في ايه؟ كل واحد بيبقى ليه حاجه، بس الاغلبيه لو اتجمعوا هيقول لك التليفون. طب انا هرمي التليفون؟ طب انا كده مش عارف اجيب بقى محاضراتي، مش عارف اشوف الجروبات بتاعتي. لا، مش هترمي التليفون، انت هتعمل وقت معين للتليفون وهتعمل وقت معين للمذاكره وهتلتزم بيه. التزم بيه، ما انت خلاص يا حبيبي انت مش فاضي، انت داخل على امتحانات. يا تلتزم وتجتهد وتوصل لحلمك، يا اما سيب. انت مش قده، سيبه. انت بتزعلي؟ ايوه بزعقلك. انت لازم تفوق، لازم تفوق بجد. خلاص انت داخل على مرحله، مش بخوفك ولا بوترك. تالتة ثانوي من اسهل السنين، وبالذات الشهر ده شهر 4 وشهر 5 هتني فاكره، ولا زنقه الامتحانات اللي بتاع 6 الصبح. انتوا كلكم بتذاكروا 6 الصبح، والناس اللي بتراكم وتصحى قبل الامتحان بتلم. انتوا بتلموا منهج ايه يا جدعان؟ ما ينفعش. انا مش بقول لك كلام تحفيز ودش وهبد تطلع تاخد طاقه وباور انا هذاكر وتبدا تذاكر ونفسك تتسد. لا، انا هديك 4 نقط امشي عليهم وهتوصل لحلمك. والله هتوصل لحلمك. اول نقطه، ظبط وقتك. ظبط وقتي ازاي؟ ظبط وقت، دي حاجه بتاعتك مش بتاعتي. ظبط وقتك، شوف انت عندك دروس من كذا لكذا لكذا، واعمل لنفسك وقت ولم فيه الحاجه اللي ضايعه منك قوي. يعني مثلا عندي في الفيزياء ضايع مني الباب الاول الباب الثاني، وعندي في الكيمياء ضايع مني نص العضويه. احنا المفروض يعني انتوا المفروض خلصين العضويه وبتراجعوا، انتوا داخلين على الامتحانات، بس انا ضايع مني بابين في الفيزياء، وضايع مني نص العضويه، ضايع مني الكين القاين، ضايع مني برضو 3 دروس في العربي، وضايع مني حوالي 3 يونتات في الانجليزي. ياما. انت بالنسبه لك ياما؟ والله ما ياما. اعمل نفسك جدول. انت عندك دلوقتي مثلا بتخلص دروسك اجماليا على الساعه 2 الظهر، بتروح بيتك بتفطر وتاخد دش وبتظبط حالك، تبدا جدولك الساعه 4. قبل كل حاجه الصلاه، دي خارجه عن الموضوع. ظبط وقتك والصلاه معاك. وقت البريك خليه وقت الصلاه. بمعنى انا جيت من الدرس الساعه 3 الساعه 2،
غيرت وظبطت حالي والجدول بتاعي عندي اعمل جدول اسبوعي. يعني انا دلوقتي بعد ما اخلص الفيديو هعمل ايه يا عبد الرحمن؟ هعمل جدول اسبوعي. جدول اسبوعي ازاي؟ مش هحط كميات كبيره علشان مش هقدر فاتحطم، لا، انت دلوقتي ضيع منك، قلت لك بابين فيزياء، هتحط نص الباب. هتذاكر نص الباب؟ هتذاكره. طب انا مش عارف اذاكر، ده ليه فيديو تاني هعرفك ازاي تذاكر، وهبعت لك حاجات تساعدك في تلخيص الفيزياء والكيمياء والاحياء والرياضه والعربي، واي حاجه تحتاجها ابعتها لي وانا هساعدك. تمام؟ سيبك من الحوار ده خالص، عايزك تركنه. انا عايزك دلوقتي بعد ما تطلع من الفيديو تعمل حاجه، تمسك ورقه وقلم وتحدد مهام كل اسبوع. انا هعمل كذا وكذا. تصحى من النوم انا عندي كذا وكذا 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 هعملهم النهارده، يعني هعملهم النهارده. مفيش مباريات والله، لو حد عندكم توفى شفت وصلت لايه اعملهم. تمام؟ دي اول حاجه، اداره الوقت. يبقى انت هتعرف تظبط وقتك وكلمني وانا هساعدك. مش عارف تظبطه كلمني، قول لي يا عبد الرحمن انا عندي كل يوم درس 1 2 3 وبرجع الساعه 2 وارجع الساعه 3 ارجع الساعه 1. ظبط لي وقتي، انا هظبطك وانا هساعدك وقاعد معاكم 24 ساعه، ما تقلقوش من حاجه. تمام؟ بالنسبه للتراكمات قلت لك ما تقلقش، دي النقطه الثانيه بتاعتنا، التراكمات. ما تقلقش وما تتخضش من كميه التراكمات، ما تتخضش بجد. كلكم ضايعين، وكل ضايع في الفيزياء وضايع في الكيمياء وضايع في الاحياء وضايع في الانجليزي، مش عارف يلم. هساعدك تلم، بس انا عايزك اول حاجه تعملها لي تمسك لي ورقه وقلم وتظبط لي وقتك. ظبط لي وقتك كويس وابعت لي وانا هتابعك. وطبعا في جروب للبنات وفي جروب للشباب عشان ما يحصلش اختلاط، عشان اقدر انا بنفسي اتابع معاك واشوف وصلت فين. طب كده انت تنهيني عن الدراسه اصلا ومش هتخليني اذاكر وافتح الجروب هقعد اتكلم. لا يا حبيبي، الجروب مش رغي. الجروب يا حبيبي هبعت لك اعمل كذا انت تعمله، هساعدك، هبعت لك ملخص، هبعت لك مثلا شرح الفصل الاول والثاني لمدرس كويس ازاي يقدر يوصلك، هبعت لك حاجات تساعدك، مش هبعت لك ترغي. ابعد التليفون خالص، مش بقول لك انت تخش ترغي، لا، انت هتخش شوف النهارده مثلا، او انا هوسطها لكم كلكم هتبعتوا لي انا عندي كذا وكذا، وانا هنظم لكم الجدول وهتابع معاكم يوميا واحد واحد. عايزين اكتر من كده؟ هتابع معاكم يوميا، بس عشان ننجز في الوقت، عشان عايز اكلمكم شويه كلمتين كمان مهمين عشان مده الفيديو، مش عايز اطول عليكم عشان وقتك. اعمل ايه الفتره الجايه؟ تسمع كلامي. اهم حاجه بر والديك، اهم حاجه. اول حاجه طبعا الصلاه، تاني حاجه بر الوالدين، تالت حاجه تظبط جدولك، تظبط نفسك، تفوق نفسك وتذاكر. مفيش وقت، احنا خلاص احنا داخلين على امتحانات وهتفوق والله هتفوق. والفتره دي انا نفسي ارجعها والله. لو سالتني انت نفسك تعمل يا عبد الرحمن هقول لك نفسي ارجع تاني ثالثه ثانوي، من افضل واجمل واحسن واروع سنه، مع ان كان فيها ضغوطات كتير وكان فيها صعاب كتير وكان فيها صحاب كتير وفي منهم وحشه. واوعى خلي بالك الصحاب الوحشه والصحاب الحلوه. انا عايزك مع نفسك، انا مش عايزك مصاحب حد. اسمع مني، اسمع تجربه اللي قبلك، انا عايزك مع نفسك. برضو عشان ننجز في الوقت نيجي في نقطه مهمه، الارتباط. كتير مننا، انا مش هقول كلكم عشان ما سوءش الظن، لا، في شباب وفي بنات بيقعوا في حته الارتباط في ثالثه ثانوي بالذات، ودي اسوأ حاجه واكتر حاجه تقدر توقع اذا كان شاب او بنت. ولو بنت شاطره وشاب شاطر هيقعوا، ولو واحده شاطره والتاني فاشل هيقعوا، ولو هو شاطر وهي فاشله اصل انا هشدها، اصل انا عايز اخليها تذاكر معايا، اصل انا ده كله بلح. بالمعنى بكلمك بالمعنى بتاعنا عشان اقدر اوصل لك المعلومه. فكك يا ابني، لو كنت بتعمل حاجه من دي اقفل، يا تقفل على نفسك. يعني ايه؟ يا تقفل الباب ده، باب الارتباط ده، يا اما اقفله. اولا ده حرام، ثانيا اقفله، نصيحه من اخوك، اقفله وركز في مستقبلك، فوق لنفسك. محدش هيتمنى لك الخير غير اهلك. فالراحه كلها شهر ونسمع الزغاريت في البيوت، كلها شهر ونسمع الفرحه في البيوت، كلها شهر وهنفرح كلنا وهنتبسط وهنبص هنعمل كل اللي في نفسنا فيه. بس اضغط نفسك الشهر ده، بس اضغط نفسك معايا الشهر ده والله هتفوق بعد كده. وطبعا لو محتاج اي حاجه في الفيزياء في الكيمياء في الاحياء في الرياضه في العربي، اللي وقع منك، مش عارف تظبط جدولك، مش عارف ترسق نفسك،
ابعت لي وانا هساعدك. قلت لك لو عايز تخش جروب الشباب ابعت لي بالنسبه للشباب، والبنات نفس النظام، وجروب بيبقى مقفول. انا ببعت لكم حاجات في اليوم تخلصوها، وببقى معاكم 24 ساعه. وربنا يوفقكم. ويا ابني ويا بنتي في امل، لسه قدامنا شهر، لو قدامنا ساعه الامتحان في امل. انا عايز الشهر ده تكونوا انتم شطبين كل حاجه. ازاي؟ والله لو مراكمين المنهج كله تقدروا. اللي ما تقدرش تجيب كله هات نصه، هات 3/4، والله لا تجيب، بس حط في نفسك ان انا هقدر، وان انا هعمل وهدفي قدام عيني وهجيب. وبجد انا مش هطول عليكم المره دي، ولو محتاجين اي حاجه بلغوني وانا معاكم في اي وقت. واشوف وشكم على خير، ويا رب يا رب افرح بيك واشوفكم افضل دكاتره ومهندسين. يا رب تصبح على خير.